السلام عليكم. لو حلفت لك وقلت لك والله 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 كنت عارف قبل المباراة لو بيراميدز خسر هيبقى من اسباب الخسارة احمد الشناوي تقول عليا كذاب. طب لو حلفت لك تاني اللي قلت لك والله انا ناشر بوست قبل الجون التاني بتاع حمدي فتحي، قلت له كتبت كده احمد الشناوي حارس فاشل ومن الحراس اللي بتاخد زاوية لو وصلوا لضربات الجزاء بعدها بخمس دقايق يجي جول. احمد الشناوي اكذوبة الحراس. احمد الشناوي واخد صيت مش من حقه، كل اعلامي يطلع يقول لك ده حارس موهوب. انا عايز اعرف فين الموهبه؟ ده حارس بيهرب من المباريات، اي ماتش تقيل بيتلكك ويطلع ويعمل نفسه اللي هو متصاب. والله في حراس اقل يعني ايه افضل منه بكتير، بس هو رزقه كده، ربنا كاتب له رزق. وده ما يقللش من مكسب النادي الاهلي، لا الاهلي هو اللي كان افضل في المباراه، لكن ده يعني حارس واخد يعني صيت مش من حقه، وده اللي حاجه بتضايقنا. اما كان في الزمالك واما راح بيراميدز مستهتر، مش مركز خالص، ويطلع اي اعلامي مش عارف حافظينها يقول لك ده حارس موهوب. موهوب فين؟ ده في حراس في الدرجه الثانيه افضل منه. ده بالنسبه لاحمد الشناوي. تاني حاجه، انا مش معارض للاهلي، يعني والله العظيم ما فرق معايا الجون الاول اوفسايد ولا مش اوفسايد، بس من حقي كمتفرج اللي انا اشوف اللقطه. انت عمال تجيب لي كادرات ملهاش دعوه باللقطه خالص، بالمشهد، تجيب لي كادر من قدام وكادر من ورا وكادر من جنب من الحته دي، والكادر واضح، هاتها مستقيمه. عندك الكادر وطلعته يعني ما كملش جزء من الثانيه ورحت شايله. والله ما مختلف الجون جون ولا مش جون، والله ما مشكلتي، يعلم ربنا، بس انا من حقي كمتفرج اللي انا اتفرج اشوف ايه الاخراج ده. ما مشكله لو انت ما عندكش اللقطه وكنت، ومشكله اكبر لو عندك اللقطه مش عايز تجيبها، بس انا متاكد ان عندك اللقطه بتاعه الجون الاول بتاعه النادي الاهلي اللي فيها يعني ايه اوفسايد او مش اوفسايد. تالت حاجه، حمدي فتحي هو راجل المباراه. حمدي فتحي شايل جون، يعني انقذ الجون الكره بتاعه الشناوي اللي خدها في الاخر اللي هي قعدت تترد 3 مرات. حمدي فتحي مطلع الكره من على الجون. حمدي فتحي هو اللي جايب الجون التاني، لعيب راجل. حسين الشحات انقذ جون للنادي الاهلي من على الخط. فانا شايف حمدي فتحي النهارده يعني المفروض ياخد مكافأة من الشناوي والله. يعني حمدي فتحي النهارده يعني كورتين جون ومطلع كرة من على خط المرمى. هنيجي على رابع حاجة اتكلم فيها، كهربا ضيع فرصتين في اول المباراة كافلين اللي هم يخلصوا الماتش، بس ربنا كرمه في الجون اللي هو فيه توفيق في الاول الاهلي في الشوط الثاني. بس انا حاسس ان كهربا من ماتش المحله مبقاش يركز. هل ده بقى سبب مثلا العقوبه؟ كهربا كان فارق جدا مع الاهلي الماتش اللي فاتت، من ماتش المحله حسيت ان الكيرف بدا ينزل. فاعتقد ان الاهلي محتاج كهربا، وكهربا محتاج يلعب. الاهلي مفيد كهربا مفيد تماما للنادي الاهلي. فخلي بالك المشكله بتاعت العقوبه اللي على كهربا دي ممكن تاثر على تركيزه، وانا حاسس ان هي مأثره على تركيزه في ماتش المحله والماتش بتاع النهارده حتى لو هو جاب الجون. سادس حاجه بقى لازم نتكلم عليها، مروان عطيه ده والله يا جماعه انا والله العظيم بعشقه. ده عشق، اقسم بالله. يعني ايه؟ يعني لعيب تقيل في الملعب كده، يقف على الكوره، بيسلم الكوره. النهارده بيقطع كوره من عبد الله السعيد كان كفيله ممكن تكون خطره، اللي هو اتصاب فيها عبد الله السعيد، وهو على فكره ما لمسش عبد الله السعيد خالص، ما جاش ناحيته، واخد بالك؟ فانا شايف، وخلي بالك عنده يعني مدحت شلبي بيقول لك ناقص له بس حته في الباص، لا بيباصي حلو، بيسلم حلو جدا. ده في كوره من ال 18 بتاع الاهلي مسلمها الكهرباء، مسطره مسطره. فانا شايف مروان عطيه ده من افضل اللعيبه اللي جايه واللي موجوده دلوقتي. اخر حاجه هتكلم عليها، عندنا مشكله اللي كل المدربين اللي بتيجي تدرب دلوقتي الاهلي والزمالك وبيراميدز والكلام ده عايزين يطلعوا الكوره من ورا لقدام، وده حاجه ممتعه على فكره. بس المشكله اللي احنا عايزين نقلد الدوري الانجليزي والاسباني، واحنا ما عندناش امكانيات اللعيبه دي. ما عندناش امكانيه اللعيب اللي هو بيبص حلو ويتحرك صح وبيبص صح عشان تعرف تطلع الكرة من ورا لقدام. ما عندناش كواليتي اللعيب اللي يعرف يطلع الكرة من ورا لقدام.
الف مبروك للنادي الاهلي، يستحق كاس مصر على فكره. يعني كل اللي انا اتكلمت عليه، لا هو الاهلي كان الافضل، كان المسيطر على المباراه. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.